يصنع قلب ملف المغناطيس الكهربي من الحديد الصلب ولا الحديد الزهر ولا الحديد المطاوع ولا النحاس؟ طبعا الحديد المطاوع. طيب علل. دفع سور المدرسة باليد لا يغير من موضعه. يعني لو دفعت سور المدرسة باليد ما بيتحركش. ليه؟ لأن القوة المؤثرة اللي انت أثرت بها على السور غير مناسبة، إذا لا يتغير الموضع لأن القوة غير مناسبة، لأن موضع الجسم الساكن لا يتغير إذا كانت القوة المؤثرة غير مناسبة. ودي القوة غير مناسبة. طيب السؤال اللي بعد كده، مقدار وزن جسم. علل. مقدار وزن جسم عند القطب الشمالي أكبر من مقداره عند خط الاستواء. ليه؟ لأن الجاذبية عند القطب الشمالي أكبر من الجاذبية عند خط الاستواء، عند أي نقطة على خط الاستواء، لأن البعد بين القطب الشمالي ومركز الأرض أقل، فبالتالي الجاذبية تزداد لأن الأرض مفلطحة عند القطبين. يبقى لأن الجاذبية أكبر عند القطب الشمالي، عند القطب الشمالي، لأن المسافة بين القطب الشمالي ومركز الأرض أقل. يبقى الجاذبية أكبر لأن المسافة أقل بين القطب الشمالي ومركز الأرض، لأن الأرض مفلطحة عند القطبين. طيب ما فكرة عمل المحرك الكهربي مع ذكر أحد استخداماته؟ المحرك الكهربي تحويل الطاقة الكهربية إلى حركية. تحويل الطاقة الكهربية إلى حركية. طب مع ذكر أحد استخداماته، هو بيستخدم في المروحة والخلاط، في المروحة والخلاط الكهربي.